الرحمن الرحيم. أول شيء أحب من فرقة فرسان المقابيل كلنا ندعم عبد الله في برنامج ستار أكاديمي من دولة الإمارات العربية. كلنا معك يا عبد الله، نتمنى لك التوفيق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون أنت الأول إن شاء الله. أنا سعيد جدا بمشاركة أي شاب سعودي في أي محفل دولي. ندعو من الله العلي القدير أن يجعل التوفيق حليف المتسابق السعودي عبد الله، والأخ عبد الله عبد العزيز مشهود له بالمحافظة على سمعة البلد والمحافظة على العادات والتقاليد السمحة وعادات وتقاليدنا السعودية أيضا. أدعو من المولى عز وجل أن يجعل التوفيق حليف الابن المتسابق عبد الله عبد العزيز الذي قطع شوط كبير، ونتمنى أيضا أن يستمر في هذا العطاء وهذا الثبات في تقديم الصورة الجميلة للشاب والمواطن السعودي في أي محفل كان. والله الفنان عبد الله عبد العزيز أنا أتمنى له التوفيق، وهو شاب طموح وشاب يعني مميز، وإن شاء الله يفوز بإذن الله وياخذ الأول على جميع ستار أكاديمي. وهو شاب يعني من الشبان ذات الخلق، والمعروف عنه إنسان من أولاد الوطن يعني اللي نعتز فيهم، وأتمنى له التوفيق بإذن الله، وأتمنى لكل سعودي يشجعه. أكيد أكيد أنا أول من يعطيه إن شاء الله كلمات لي ويلحنها ويغنيها، وبإذن الله ينجح فيها بإذن الله. طبعا كلنا عبد الله، وإن شاء الله يفوز عبد الله، وملكنا كمان عبد الله، والفنان عبد الله، وبإذن الله كلنا عبد الله. الفنان عبد الله عبد العزيز هو اعتبره مثال للشاب السعودي الناجح. مشاركته في ستار أكاديمي اكيد انه اضافت له، وهو في نفس الوقت راح يستفيد واستفاد كثير على الشيء اللي بنشوفه بيقدمه. كنا نتمنى يكون او ان يلقى دعم اعلامي، ولكن البرنامج بصفه عامه هو قد يكون في الفتره الاخيره يعني قل كمشاهدين، لكنه في الاخير نبقى ندعمه حتى احنا كاعلاميين بطريقتنا الخاصه. الفنان عبد الله انا اشوف انه مثال للشاب السعودي اللي بيعطي صوره عن الشاب السعودي وادائه المميز. من اسبوع لاسبوع بنلاحظ فيه احنا كاعلاميين وكمتابعين انه بيتقدم، وهذا الشيء مؤشر جيد. كل اللي يحتاجه او كل اللي نحتاجه انه نقف معاه، نوازره اعلاميا عبر الصحف، عبر القنوات التلفزيونيه. الشيء الاهم من ذلك انه عبد الله هو الان في البرنامج بيمثل الشاب السعودي في 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 تحركاته وفي تصرفاته، وهذه محسوب عليه. ما يميز عبد الله او اللي يميز عبد الله السنه هذه اللي احنا بنشوفه بشؤون الناس انه فعلا مثال اكثر من رائع للشاب عبد الله. واحب اقول كلنا عبد الله. عبد الله عبد العزيز نجم صوته مميز. كفايه انه هو طبعا وصل للتوب 1، وهذه مرحله صعبه طبعا. اتمنى منه هو شخصيا انه هو يثابر ويواصل المجهود اللي هو بيبذله، وطبعا ما يكتفي بس انه هو وصل للتوب 1 وفي ستار أكاديمي، بعد البرنامج كمان يواصل ويشق طريقه وان شاء الله ينجح. اتمنى من السعوديه احنا كسعوديين ندعم صوت مميز زي هذا. الموهبه يعني موهبه من الله، تحافظ عليها، هذه حاجة. تثابر. الذكاء في الفن مهم جدا. يعني ما يقدم تنازلات في البداية، يخليك انه انت على طول حتقدم تنازلات. اذا انت جيت قوي حتبقى قوي. والحقيقة احنا بداية بنهدي باقة من الورد لعبد الله عبد العزيز، اللي الحقيقة ان شاء الله باذن الله راح يكون موفق، وراح يكون ان شاء الله يحقق انتصار رائع للمملكة.
والحقيقه دائما احنا بنحفز الشباب على مثل تلك الاشتراكات الحلوه. ستار اكاديمي الحقيقه برنامج متابع لكثير من المشاهدين، وان شاء الله باذن الله عبد الله راح يحقق فوز ان شاء الله، وكلنا بنبارك له وكلنا بنستقبله ان شاء الله بالفوز. وهذه دائما المناسبات الحلوه اللي المفروض نحمس فيها شبابنا للمشاركه. وكمان يعني كل الناس تصوت لعبد الله عبد العزيز نمبر 1. شكرا، وكلنا عبد الله. عمري أولاهات وإن كان في صدري بدل قلبين، بحبك الآخر نفس يلمس الذات، في حضنك ألقى للسعادة عناوين. يعني يجمع بين الصوت والكاريزما والصورة والوقفة والحضور والأداء، وحتى صوته موسيقي، نفس صوته هو موسيقي، فلو غنى بدون موسيقى تستمتع، ولو غنى بموسيقى تستمتع. وعلى فكرة صوت عبد الله يتناسب مع كل الكلمات، يعني أي كلمات تعطي له هي خامة صوته ما شاء الله تبارك الله تتواكب معه. ونقول كلنا عبد الله. يعني بجد صوت من أروع الأصوات اللي سمعتها، يعني بيأدي أداء ممتاز صراحة. يعني أنا أتمنى له كل خير إن شاء الله، وحندعمه وحنوقف معه بإذن الله تعالى. أنا أقول أوقفوا معاه لأنه محتاج دعمكم ووقوفكم وتصويتكم عشان ينجح في الساحة الغنائية بإذن الله. كلنا عبد الله بإذن الله. أول شيء مساكم الله بالخير. واليوم احنا طبعا في حفل دولة الإمارات الشقيقة المتحدة، نبارك لهم هذا إن شاء الله عقبال آلاف السنين المقبلة في ازدهار وفي خير ونعمة. وأما بالنسبة للابن عبد الله، طبعا أنا من هذا المنبر ومن خلال الميكروفون والكاميرا اللي الآن احنا بصددها، أنا أعتقد أنه إن شاء الله قدامه مستقبل زاهر، وهو نموذج مشرف لشباب المملكة وللفن السعودي. كلمة الجمهور لازم يشجعوه، لابد أننا نشجع. احنا بنطالب بالسعودة في كل المجالات، فبالأولى مجال الفن السعودي لأنه يمثل هوية حقيقية عن المملكة وابناء المملكة. وعبد الله إن شاء الله كفو قد هذا الكلام بإذن الله. وأنا أطلب من جميع جمهوري وجمهور زملائي الفنانين إنه ندعم جميعا، ندعم عبد الله، وإن شاء الله عبد الله نشوفه في مراتب متقدمة في القريب العاجل بإذن الله سبحانه وتعالى. كلنا عبد الله، ولازم نكون مع عبد الله، نكون رجال شهامة وكرامة، ونوقف جنب عيالنا، وهذا أخونا الصغير عشان لا أكبر نفسي. كلنا عبد الله. ظلمني الشوق وغلبني غلبني الشوق وغلبني، أنا غلبني ومليل البعد دوبني ومهما الشوق سهرني، ومهما الشوق سهرني، لا طول بعدك يغيرني، ولا الأيام بتبعدني بعيد عنك. أقول له برافو عليك، وأنا من متابعينه ومشجعينه، ما شاء الله عليه قاعد يبدع. وأنا أشجع أي موهبة سعودية شابة حابة تدخل المجال الفني، لأنه إحنا في السعودية بالذات محتاجين مواهب حلوة، محتاجين فنانين سعوديين بموهبة زي موهبة عبد الله. النجم الخليجي يحتاج دعم، يحتاج معاهد تمثيل، معاهد غنى، محتاجين أشياء كثير للفنان الخليجي والسعودي بالذات. أنا بداية أحيي وجود الأخ عبد الله في برنامج ستار أكاديمي، وأحيي القيمين على ستار أكاديمي نفسه، لأنه بدأ يعني يبرز سنة عن سنة أنه عم يبرز مواهب متميزة، واللي أثار إعجابي جدا في ستار أكاديمي هذا العام وجود عبد الله بأخلاقه وحضوره وتميزه قبل فنه. أثبت أنه الشاب السعودي شاب طموح، شاب محب يعني شاب طموح محب للتجديد، يحمل أخلاق عالية. نحن من هذا المبدأ نحيي وجود عبد الله في ستار أكاديمي، وندعم وجود عبد الله بستار أكاديمي، وكلنا نقول لعبد الله نحن معك، الله معك. رسالتي لأخوي عبد الله إنه الله يوفقه، وهذا دعم مني شخصي
انه اقول لك انه انا وكل الشعب السعودي ندعمك، انه ان شاء الله يوفقك وتوصل للمراحل النهائيه. ودعواتي لك بالتوفيق اخوي عبد الله. رسالتي لكل جمهور المملكه العربيه السعوديه، اتمنى دعم اخونا عبد الله وتصويت له، لانه فعلا صوت جميل وحضور مميز. اتمنى لكم وله التوفيق. دعواتي لك بخالص التوفيق باذن الله تعالى، انه ان شاء الله باذن الله توصل للمرحله النهائيه. اخوك مصمم الازياء السعودي سراج سند. كلنا عبد الله.